هو فالنتين دي اللي انتوا بتحتفلوا بيها مواكيس يلي تنويج. احنا عندنا فئات الشعب مقسمة إلى 4 أرباع. أي والله. الربع الأولاني مطلقات، والربع الثاني يبحث عن حريته داخل محاكم الأسري، والربع الثالث دول اللي عاصرين على نفسهم 3 4 شوال رامون علشان خاطر يعيشوا ويكملوا رجل خاطر العيال، والربع الرابع هم دول قسم الوزاويز، هم دول اللي بيحتفلوا لسه عصافير كناري ما يعرفوش حبايب أرض الواقع. أني جاية أصدمكم بالحقيقة المر للفالنتين يا حبيبتي اللي أنتِ بتحتفلي به دي دلوقتي. الموقوس بتاعِك لمّا مش هاقول لِك لمّا يتجوزِك، لا، 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 الحكاية أخطر وأبعد من كده بكتير. مسافة ما يحط دبلته في إيديك يا بت، إن شاء الله تحتفلي بالفالنتين دي في جنة الخلد إن شاء الله. باقول لِك الحقيقة، باصدمِك بالواقع الأليم، عشان بس ما تعيشيش أحلام وردية تلاقي الدنيا من فوق راسِك معدية. وبصراحة هو أشبه تعبير وأبلغ تعبير في حد ذاته، يعني كان بيفهم الراجل اللي سماها فالن طيب. ليه بقى؟ لأن فعلا الموقوس بتاعك أول ما بيشوفك وبيحبك وبيبقى هيمن وعشمان في قلب نفسه، بيبقى فالنتينو في زمانه، فده جزء الفلن. وبعد بقى ما بتعاشريه بتبلي بالحياة السوداء وطاين فوق دماغكم ودماغ اللي جايبيننا كلنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهابي فالنتين فوق دماغنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.